الشيخ عثمان الخميس. اسم الولادة عثمان ابن محمد ابن حمد ابن عبد الله ابن صالح ابن محمد الخميس الناصري التميمي. ولد الشيخ عثمان الخميس في دولة الكويت يوم 22 من شهر ذو الحجة عام 1381 هجرية، الموافق يوم 26 من شهر مايو عام 1962 ميلادية. عمره الآن 61 سنة، ويعود نسبه إلى قبيلة النواصر من ذرية المسور ابن عمر ابن عباد ابن الحوصيين التميمي، التي يسكن أفرادها في الكويت والمملكة العربية السعودية والعراق والأردن. ومن الجدير بالذكر أن قبيلة النواصر التميمية من أقدم وأكبر القبائل في الوطن العربي، ولها مكانة مرموقة في المجتمع. ويحمل الشيخ عثمان الخميس الجنسية الكويتية، ويقيم في دولة الكويت. والد الشيخ عثمان الخميس من أصول كويتية، يعود نسبه لقبيلة النواصر ويحمل الجنسية الكويتية. أما والدة الشيخ عثمان الخميس فهي من أصول سعودية وتحمل الجنسية السعودية الأصل، وبجانبها الجنسية الكويتية التي حصلت عليها بعد زواجها من والد الشيخ عثمان الخميس. توفي والد الشيخ عثمان الخميس يوم الثلاثاء الموافق 3 من شهر شوال عام 1430 الموافق 22 نوفمبر عام 2009، وتم دفنه في مقبرة الصليبخات بالكويت. وتوفيت والدة الشيخ عثمان الخميس يوم الثلاثاء الموافق 23 من شهر رمضان عام 1432، وتم دفنها في مقبرة الصليبخات بالكويت. الشيخ عثمان الخميس هو إمام فقيه ومحدث وأكاديمي وعالم دين مسلم سني كويتي، ويلقب باسم أسد السنة. وسبب شهرة الشيخ عثمان الخميس وتلقيبه بأسد السنة هو الدفاع عن الصحابة ومناظرة المذهب الشيعي في الإسلام والتحقيق في مسائل المهدي المنتظر. مسيرة الشيخ عثمان الخميس العلمية والعملية: تلقى الشيخ عثمان الخميس مراحل تعليمه الأولى في مدارس دولة الكويت، ثم بعد ذلك انتقل للدراسة في جامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية بالرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، حاصل على شهادة الماجستير في الحديث النبوي برسالة عن الأحاديث الواردة في شأن الصبطين الحسن والحسين، وحاصل على شهادة الدكتوراه من جامعة الملك سعود بتقدير امتياز. وكانت رسالته بعنوان المراجعات دراسة نقدية حديثة. عمل إماما في مسجد الحميدة بالكويت من عام 1993 إلى عام 2004 تقريبا، وقبل ذلك كان مؤذنا في المسجد ذاته من عام 1989 إلى عام 1993. برز الشيخ عثمان الخميس
كأحد أهم المناظرين من أهل السنة والجماعة للمذهب الشيعي، حيث انتقد علماء الشيعة ونظرهم في كثير من معتقداتهم، وعرف من خلال كتبه وأبحاثه وردوده على الشيعة الاثنى عشرية. أيضا ظهر الشيخ عثمان الخميس من البرامج الفضائية والحوارية التي تناقش وتبحث مسائل الاختلاف بين الفرق الإسلامية. اشتهر الشيخ عثمان الخميس لدى عامة أهل السنة والجماعة في أواخر التسعينيات عبر قناة المستقلة التي تبث من لندن، والتي كانت تستضيف العديد من رجال الدين الشيعة للتنظير في تداعيات فتنة مقتل عثمان ومسائل ولاية علي وولاية المهدي المنتظر. وكان الشيخ عثمان الخميس الممثل الدائم للجانب السني. كان للشيخ عثمان الخميس حضور قوي على ساحات المناظرات بين الشيعة الاثنى عشرية والسنة في المحطات الفضائية، وهو أحد أقطاب المربع السني المنافح عن أهل السنة والجماعة واعتقادهم في الفتنة التي أطلت عقب مقتل الصحابي والخليفة الراشدي الثالث عثمان ابن عفان. مهنة الشيخ عثمان الخميس هي موجه أول في وزارة الأوقاف، ورئيس مدرسة ورثة الأنبياء، وخطيب وإمام مسجد، ومعلم ومحاضر جامعي في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة الكويت. كان الشيخ عثمان الخميس حارس لمرمى نادي خيطان الرياضي الكويتي، ومن الحراس الجيدين، ولكن القليلون فقط من يعرفون ذلك. عدد زوجات الشيخ عثمان الخميس وعدد أبنائه قد يظن البعض بسبب حديث الشيخ عثمان الخميس الدائم عن الزواج وتعدد الزوجات وكيف يعامل الزوج زوجته والعكس، وحقوق الزوج على زوجته والعكس، أن الشيخ عثمان الخميس متزوج حسب الشرع 4 زوجات. ولكن الحقيقة التي فاجأت جمهوره أن الشيخ عثمان الخميس تزوج مرة واحدة فقط في عام 1987 من سيدة كويتية جميلة ومحجبة، ورزق ب4 من الأبناء هم فاطمة ومحمد وعبد الرحمن وصالح، ويلقب أبو محمد. أكبر أبنائه الذكور.